بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. إخوتي، حابة نوجد معاكم واحد الأكلة أو طبخة سهلة بالجلبانة وشوية تاع فريت بالبصل وليبولات. أنا حابة ندير شوية ليبولات فيها، نتوما تقدروا تستغنوا عليهم بدون صدر ودجاج، بدون لحوم، بدون أي إضافات غير الجلبانة والفريت والبيض. ديروا واحد الأكلة هايلة. تبعوا معايا للآخر تشوفوا الوصفة، إن شاء الله تنال إعجابكم. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله. المكونات تاعها عندي هنا شوية تاع الجلبانة، ماهيش طيبة ولا مفورة، درتها في المجمد نحيتها، حابة ندير بها هذه الوصفة. عندي هنا واحدة حبة تاع طماطم قطعتها. عندي شوية تاع صدر الدجاج، ربع صدر الدجاج ربيته. عندي هنا زوج حبات بصلة تاني ربيتهم. عندي الفريت قطعتها، بطاطا قليتها وقطعتها بهذه الطريقة. زيت نباتي وجبن مبشور. تاني عندي 3 مغارف كبار تاع خبز يابس مرحي لا شابلور، وبيضة باش ندير لي بولات. اما بالنسبه لي زيبيس كوم دابيتوت، عندي فلفل كحل، شويه تاع الثوم، ملح وكمون، شويه تاع المعدنوس. هذو هما المكونات. لا نسكب شويه تاع زيت نباتي، نزيد بصله مفرومه هكذا هكذا، نديرهم تتقلى لي مليح هذا البصله. يعني الزيت درت شويه ماشي غير شويه برك، قيس ما طيب لي هذا البصله تقلى لي مليح. راح نزيد لي زيبيس اللي قلت لكم، الملح وكمون وفلفل كحل، شويه تاع الثوم، هذا هما هكذا. نزيد شويه تاع معدنوس هكا، نخليهم مليح. نغطيهم، نروحو نديرو لي بولات. نضيف قبل الجلبانه، بعد نغطيها تتقلى لي شويه قبل ما نزيد الماء الدافي. شوفوا تبعوا معايا للاخر تشوفوا هكذا. راني نشوف بدا يتقلى، بدا يدبل البصل هذاك. راح نضيف الجلبانه خاطش ماهيش طيبه بصح، كانت في المجمد بالخف طيب لي هكذا. دوك راهي موسم تاعها، استغلوا الفرصه دوكا مادام راهي في الموسم تاعها، راهي بسعر ارخص، مليحه وبنينه تاني. نزيد حبه طماطيش هذيك اللي قطعتها هكذا، نقص للنار ونخليها تطيب على نار هاديه. ومن بعد نزيد ندير لها شويه تاع الماء، والماء يكون دافي قبل ما تتقلى لي مليح وتدخلها طياب. من بعد نزيد شويه برك كاس تاع الماء. لا ريسيبيو راح ندير اللحم هذاك، الصدر هذاك تاع الدجاج. واش عندكم في الدار؟ الا ماشي متوفر ما ديروش، بمكعب جنبو برك وتزيدوا البيض في الاخر، والله يجي واحد الاكله هايله بنينه، وبالاخف توجد ولا اسرع من هذه الوصفه. نزيد بيضه هكذا، نزيد شويه تاع لي زيبيس اللي فيهم ملح وفلفل كحل وكمون، شويه تاع كزبر، شويه برك كزبر اخضر. نزيد ملعقه تاع بصل مفروم ريحتو مليح هكذا. نخلطهم مليح مليح. بعد نزيد لا شابلور، 3 ملاعق تاع لا شابلور. مليح الخبز اليابس ديروه للحم المفروم، فيانداشي ولا بولي اشي، مليح تزيدوهم باش يعطينا الطراوه لهذاك اللحم، ما يكونش يابس. شوفوا هكذا. راح نزيد 3 ملاعق
واحدة، زوج، ثلاث. برك هذا هما أسرع طريقة راح توجدي هذه الوصفة بكل سرعة وبكل سهولة، وتجي أكلة بنينة تعجب إن شاء الله كل عائلة. هكذا راح نشكلهم دوك لبولات بهذه الطريقة. راح نستعمل يدي هاك، شوفوا نديرهم ماشي كبار ماشي صغار بهذه الطريقة. شوفوا راح نسكب دوكا واحد تاع الكاس تاع الماء باش ندير لاصوص وين راح اطيب هذيك لي بولات الكفته. هاك شوفوا كيفاش جا، ما درتلهاش طماطم صبره، غير واحده حبه تاع طماطم قطعتها. نخلي ينقص الماء هذا شويه برك، ومن بعد في الاخر ندير البيض تشوفوه تجي واحد الاكله هايله. نقولكم اللي مازال ما شاركتش في القناه تدخل اشتراك وتفعل زر الجرس وتدعمني بالجيم. كملهم هكذا. دوك راح نرمي لي بولات هذوك الكفته هذيك في الجلبانه هكذا. تبعوا كاع الوصفه الخطوات للاخر تشوفوا كيفاش تجي هايله بنينه. شوفوا ولا اسرع، ما تحسيش كاع بالوقت وتصيبي روحك درتي حاجه على وقفه. أكلة سهلة ولذيذة بزاف. راح نقص للنار نخليهم يطيبوا هذولي بولات مع شوية تاع الجلبانة هذيك، ومن بعد نضيفوا البيض هاك هكذا. راح نزيد هذيك لي فريت اللي قطعتها، خليتها وقطعتها بهذا الشكل هكذا. يزيد لنا البنه، واحد البنه هايله. دوكا بعد ما طابوا هذوم كاع لي فريت خليتها في الاول، دوكا نزيد فرماج رقيق باش تجينا واحد معسل هايل هاك. هكذا شوفوا. دوكا نزيد البيض شوفوا كيفاش راح ندير. بيضه واحده نكسرها، ندير لها شويه تاع الملح وفلفل كحل وشويه تاع حليب، اما زوج الاخرين ولا ثلاثه الاخرين نخليهم هكذاك برك نكسرهم هنا يقعدوا نص طياب. شوفوا دوكا الطريقه كيفاش درت شويه تاع حليب وشويه تاع الملح وفلفل كحل برك شويه شويه برك. راح نكسر بيضه كما قلت لكم هكذا، نخلطهم كاع مع بعض. دوكا نروح نسكبهم راح نسكب هنا هكذا بهذه الطريقه. دوكا نزيد نكسر البيض هذوك المتبقيين يقعدوا هكذاك برك. واحده هنا، نزيد زوجه هنا، نمشيها برك هكا شوي بالفرشيطه هكذا ونغطيها
ندير لها شويه تاع معدنوس ونغطيها. هايل. يلا وصلت للنهاية، ان شاء الله ينال اعجابكم يا رب. سيو هانتوما تاني. شوفوا واحد الصوص جت معسلة، واحد البنة هايلة، وتوجد بالخف بأسرع وقت للعاملات، بأسرع وقت توجد أكلة هايلة. شوف مع البولات والجلبانة، ذكرنا في موسمها، اغتنموا الفرصة يا بنات. شوفوا نقولكم اللي مازال ما شاركتش تدخل اشتراك وتفعيل زر الجرس. إلى فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله، وشكرا.